اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل كاسترد بالفواكه، وصفه في منتهى الجمال. هنمشي مع بعض خطوه بخطوه نعرف عملناها ازاي. يلا بينا على طول على الطريقه. اول حاجه هنزل عندي بلتر من اللبن. لتر اللبن يعني 4 كوبايات من اللبن، هي كوبايات الشاي اللي هي المجات المقيد دي. كمان هحط عندي 4 معالق كبار من الكاسترد. هنزل بيه الكاستر بالشكل ده، وهحط معاهم حوالي 5 معالق كبار من السكر. في الوضع الطبيعي احنا بنحط حوالي 4 معالق من السكر. طبعا السكر حسب ما انتي تحبي، ولكن احنا عشان هنحط فواكه، فالفواكه اللي انا هحطها تبقى فيها مزازه شويه، فزودت كميه السكر، يعني زودت معلقه. طبعا انا بدوب الاول على البارد خالص، وبعد كده اول ما الكاستر يدوب معايا بنزل عندي ببدا اشغل النار. بنزل عندي بعد كده بجوافيه متقطعه مكعبات، نزلت كمان عندي بموزايه، ونزلت كمان عندي بشويه من الرمان، حوالي رمانية كده. يعني بصوا، اي فاكهه موجوده عندك متوفره باقيه، محدش عايز يستخدمها، قطعيها وحطيها في الكاستر بالشكل ده. بعد كده بنزل عندي قرب ما يجي يستوي، بحط عندي الفانيليا، وبحط عندي كمان ميه الورد. خلاص بعرف ان هو بقى استوى ازاي. بلاقيه ان هو تقل اهو، بصوا تقل بالشكل دوت. طبعا انا مش هتقله عن كده، لان هو كمان هيتقل بعد كده لما هنحطه في التلاجة ويبرد، فهبيتقل كمان عن كده. بصوا بقى، وصفة الكاسترد بالفواكه دي يا جماعة جربيها، صدقيني يعني مش هتبطلي تعملي بعد كده الكاستر او المهلبية. تقدري تعمليها بالمهلبية مش بالنشا يعني، من غير ما تقطعي فيها اي فاكهة موجودة جواها. وصفة في منتهى الجمال. ننظف بقى كده الحروف بتاعتنا عشان نعرف نقدم الاطباق بتاعتنا بالشكل دوت. خلاص تمام. ممكن بقى ان احنا نزوقها بقى باي تزويق عندك. انا حطيت شويه من الرمان اهو على الوش بالشكل دوت. هحط شويه كمان من جوز الهند، تقدري تحطي جوز هند وخلاص. انا حطيت كمان شويه من الزبيب، يعني عملت 2 كده بالزبيب و2 بالرمان. يعني وصفه في 5 دقايق حلوه جدا، ما خدتش مننا وقت. حطيت كمان شوكولاتايه كده كريسبي في النص، وقدمنا الاطباق بتاعتنا بالشكل الحلو ده. وصفه سهله جدا وبسيطه. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، اتمنى انك تكوني استفدتي وتجربي وتقولي رايك ايه. ولو ليكي اي اسئله او تعليق اكتبيها لي على قناه نانا تشانل. اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير.